ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا اسراء ودي قناتي. اتمنى منكم كده تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويوم جديد بقى وفيديو جديد وعزومة جديدة عند ماما. يا رب كل يوم عزايم عند ماما. النهاردة الفيديو بقى اللي المفروض كنت انزله امبارح. معلش بقى اتأخرت عليكم شوية. هنبدأ بقى في الفيديو ده، وبرضو الفيديو كان برعاية الشيف ولاء. ويلا بينا. اول حاجة كده ولاء عملتها كانت معانا كده تقريبا 3 كيلو لحمة. هي احنا مش بنغسل اللحمة، هي بس بتديها شطفة يعني من ايد الجزار او الكلام ده. هي المفروض اللحمة ما بتتغسلش، بس احنا من ايد الناس يعني اللي بتمسكها. حطت كده المهم معلقة سمنة محترمة، وقلبت اللحمة فيها تقليبة كده كويسة، بتاخد صدمة ولون حلو. وزائد ان هي بجد الطريقة دي بتديكي كده تست عالية قوي للحمة. احنا بقى بنسيب اللحمة تنزل كل الدهون والسوائل اللي فيها لغاية لما بتتشرب منهم، وبعد كده بتبدأي بقى تنزلي عليها المية بتاعتك. فحلة تاني كده ولا حطت سمنة، وكان معاها بصلاية او بصلتين كده حلوين، كانت مقطعاه صغير، مقطعاهم على ايديها، مش عايزاهم مفروم يعني ولا حاجة. هتدي بس البصل ده تقليبة لغاية لما يتشوح كده ويدبل، مش عايزينه يصفر او كده. وهنا اللحمة كانت محتاجة مية، وماما هتزودها مية دلوقتي. انا اللي بقلب على فكرة. بساعدهم وانا بصور اهو. حطت كده كيلو تقريبا من اللحمة المفرومة، قلبتها كويس لغاية لما هتاخد صدمة النار، وبعد كده هتسيبها تستوي براحتها. بجد ولاء تعبت قوي معانا النهاردة، وبعمل فيديو يبقى مودي يصحى. دي معروفة يعني. ماما كده جت. طبعا لازم نفس ماما في الاكل بقى، مامتي معلش. ولاء بتحطت لها ملح وفلفل اسود. وعايزه اقول لكم كمان ان الفيديو ده هيبقى برعايه الملح والفلفل الاسود بس. ودي الحاجه اللي انا خدتها من مامتي بصراحه. ما بحبش احط توابل كتير، انا طلعت زيها. ماما ما بتحبش كده وانا ما بحبش كده، غير في الاكلات طبعا اللي تستحق كده، الحاجات اللي عايزه توابل كتير. لكن بصراحة انا وهي بنحب، غير اختنا التالتة خالص. اختنا التالتة دي لا، فظيعة. بتحب التوابل قوي قوي. المهم، ما علينا، دي اراء يا جماعة، اراء. ماما كده كانت شالت الريمة طبعا من على اللحمة. ودي الحلة التالتة كان فيها ايه بقى؟ ولا حطت فيها زيت وبصلاية كده متقطعة برضو صغير. ودي كانت التسبيكة بتاعت ايه، استنوا هقول لكم دلوقتي. ولا هنا كانت بتورينا الشوربة بتاعة اللحمة، شايفين صافية، لونها مش غامق، بالعكس لونها فاتح، حلوة قوي. دي يا حبايبي كانت التسبيكة بتاعة الممبار. بس كده انا هفتكر بجمع الكلام واقول لكم. التسبيكة بتاعة الممبار. حطت كده زيت، بصل متقطع صغير، وادي نزلت بالطماطم. هتخليهم كده يتسبكوا كويس مع بعض علشان يبقى اللون حلو كده واحمر. ونزلنا عليها بالتوابل.
معروف المحشي عايز توابل. حاطط بقى ملح، فلفل اسود، ايه، شطة، بابريكا تقريبا، كمون، كزبرة. والراعي الرسمي للمحشي بتاعنا احنا بقى النعناع. ما احنا ما بنعرفش نعمل محشي من غير نعناع بصراحة. والله بيودي التسبيكة بتاعت او الخلطة يعني بتاعت المحشي، بيوديها في حتة تسعة، حتة تسعة كده لوحدها. لو وصلتوا لهنا بقى ما تنسوش اللايك علشان تشوفوا الفيديو الجاي. فيديو هيعجبكم بقى قوي قوي. ماما كده كانت بتطمن على اللحمة، لازم هي اللي تطمن. حطيت بقى الرز مغسول عادي خالص، مفيهوش فكر حاجة يعني. وهتديله تقليبة. وعارفين احنا كان في اوقات يعني لما كنا بنعمل الممبار ده كان بيبقى ليه طريقة تانية غير التسبيكة، ان انتي بتعمليه ني في ني. دي كانت خضرة، كانت ماما مفرزاها بس مش من كتير يعني، من يوم او يومين لما اشتريت الطلبات. بس هتشوفوا دلوقتي ماما برضو ايه، لا كل الفريش بيعجبها اكتر، فجابت خضرة فريش وحطت تاني. كنت بقولكم ان احنا كنا ساعات بنعمل الخلطة دي بتاعة الممبار، كانت بتبقى ني في ني عادي، وكان بيبقى طعمها جميل وما بتفرقش حاجة عن المتسبكة على فكرة في الاخر. هنا كانت رحاب اختي بقى كانت غسلنا الفراخ بصراحة، وكانت غسلة الممبار ومنضفاه وكل حاجة. هي بس ولاء نقعت الحاجات دي كلها في مية وملح خل ليمون، نقعتهم بس يعني. والتنظيفة البسيطة كده اللي على الحنفية يعني، شالت لو في حاجة زايدة، رحاب نسيتها حاجة كده كده، لكن رحاب بصراحة كانت منظفاهم كويس قوي. هنا كده كنا بنحشي الممبار، وشايفين بقى هو ده الراعي الرسمي للكلام ده كله. اول حاجة لما بتعملي عزومة وبترتبي لها قبلها بوقت بسيط، بيكون يعني احنا هنا كنا مثلا في الفجر او حاجة زي كده، يعني احنا مش بنخلي الحاجة بعيد قوي. اول حاجة الدنيا بتبقى عندكم نظيفة كده ومجهود ووقت، صحيتوا متأخر خلاص انا هسوي يعني حاجات بسيطة. وهنا كده كانت ولاء بتقول لكم ان الحاجة والله كانت نظيفة، هي بس حطت لها يعني نقعتها في المحلول الملح والخل والحاجات دي. هنا بقى كانت المية اللي بتغلي دي كانت بتاعة الممبار، حطت بقى فيها. تحاولوا بقدر الامكان ان وانتوا بتنزلوه ما يكونش فيه رز كتير كده يعني، وانتوا بتحشوه كمان ما يبقاش فيه رز كتير، تسيبوا كده فراغات. يعني انتوا شايفينه هو مسطح كده خالص، ما فيه يعني مش مليان، علشان ما يفرقعش، علشان الحلة اللي فيها المية دي ما يقعش منه ويبقى المية كتير كده. شايفين اول ما بينزل في مية سخنة كويسة بيبقى على طول كده بيتنفخ وبيبقى بالشكل ده. هنا بقى تاني حلة دي كانت ولاء حاطة فيها مية وطماطماية وبصلاية، ونزلت بقى عليها بالفراخ. كانت مترددة تحط الصدور الاول وتستناها شوية وتحط الوراك عشان دي كمية، بعد كده حطيتهم كلهم. ادي الفراخ خلاص كده على السلق، والممبار جنبيه بيتسلق. هنا بقى كان معانا كيلو من اللحمة وبصلاية مفرومة ناعم ومتصفية ومحطوط فيها متبلة يعني بملح وفلفل اسود وكده. وهتبتدي بقى
تعجن كل العجينة دي لغاية لما تبقى متماسكة كده كلها مع بعض. مش العجينة يا جماعة، اللحمة. لغاية لما تبقى متماسكة كده، ويعني الخيوط الأنسجة اللي جواها دي كلها. هنا ما كانش فيه ما كانش معانا عصيان يعني بتاعة الشيش او حاجة، فهنصب على معلقة عادي. الجيش قالك اتصرف. انا بحس والله اصلا لما بتتصب على معلقة بتبقى احلى، عشان بتبقى المعلقة واخدة مساحة، فالتسوية بتاعتها بتبقى احلى. حطت كده الكفتة. هسيبكوا بقى مع العظمة دي. ولا عملت عظمة النهاردة. وكده صينية الكفتة خلصت. هي ما كانتش كتيرة قوي، لكن ماما في اي عزومة عندها اعتقاد كده ان لا، الحاجة مش هتكفي، لازم نزود اكتر يعني على طول. احنا اللي بنقعد نقول لا. المهم، كانت هنا ولاء بقى عملت ايه؟ التتبيلة بتاعت الفراخ علشان هتدخلها بقى الفرن وكده تتشوح. حطت بقى طماطم معصورة عليها خل وليمون، وتحاولوا كده بقدر الامكان ان اي بذر لليمون بيتشال علشان ما يديش مرارة في الطعم او حاجة. وطبعا هنتبلها بملح وفلفل اسود. ملح وفلفل اسود يعني، جربوا. ايوه يا لولو كده ايه. لولو والله علمتني ان انا انضف حواليا بعد الاكل وانا بعمل، بتخلي الدنيا كده جنبها بصراحة نظيف، ومش بتتعب في الاخر. انا اوقات بقى اسيب نفسي لغاية الاخر وبتعب بقى في التنظيف، ورايا كذا حاجة عايزة اعملها. هنا كده كانت بتشيل اي بذرة كده بتقابلها يعني علشان ما يبقاش فيها مرارة. وحطت زيت. طبعا الحاجات دي انتوا بتعملوها على قد كمية الاكل اللي عندكم، فانا مش قادرة اقولكم كميات. انا بس بوريكم يعني هي الطريقة باينة، لكن انا مش هقدر اقولكم قوي كميات علشان كل واحد والكمية اللي هيعملها يعني. كده الفراخ بتحط بقى كله في التتبيلة دي، وبعد كده هترصهم كلهم في الصينية، وهتنزل عليهم بباقي التتبيلة الباقية. زي عشان كده تتأكد ان من تحت وفوق والجناب كله يعني بقى وصل له. حطت كده الفراخ كلها رصتها ونزلت عليها بباقي التتبيلة. خلاص كده هي دي فاضلة ايه، ان هي تدخل السوا بكرة، هتدخل تستوي بس. يبقى انا خلصت من الوقت بتاع السلق، من وقت ان انا اتبلها فيه. بل بالعكس بقى، ان اصلا الفراخ كده كده انتوا لازم تعملوها حتى لو مفيش عزومة، لازم تعملوها قبلها بيوم علشان تتشرب التتبيلة بتاعتها. هنا كده كانت احنا كنا تقريبا كده خلاص، ده تاني يوم علشان ولاء كده هتحمر اللحمة. طلعت جزء من اللحمة هتحمره علشان اللي بيحبه متحمر، والجزء التاني هتخليه في الطبيخ علشان اللي عايزه يعني مع الاكل وكده. نرشت عليه بقى ملح وفلفل اسود. مش هقول لكم بهارات تاني في باقي الاكل. انتوا عرفوا ان هي حطت ملح وفلفل اسود. هتحط بقى معلقة سمنة كده من فوق الوش. هي كانت حاطة معلقة من تحت، وهتحط معلقة سمنة تاني كده، سمنة بلدي من فوق الوش. وهنا بقى هنا بقى يا جماعة، انا كان نفسي اوريكم المقطع اللي ماما بتقول اسراء اللي تعمل فيه الرقاق. معلش بقى، معلش، انا رقاقي مختلف. والله ما بعمله عادي زي
بعمله عادي زي اي حد، بس بس لا، ده نفس. المهم عشان ما اطولش عليكم، انا معايا هنا رقاق طري مش ناشف. فانا هكون عايزه ان الايه ان الشوربه تكون دافيه مش سخنه، وصينيه هحط فيها معلقه سمنه كده كويسه، وهنزل بالرقاق، وبين كل طبقتين رقاق هدهن سمنه هدهن سمنه. وفي النص بين الطبقات طبعا اللحمه المفرومه اللي احنا كنا معصجينها مع بعض، بصل بلحمه بسمنه بملح بفلفل اسود. شايفه والله انا بعمل وانا ماسكه مودي. انا شفت رجل مودي في الموضوع. هحط كده من فوق الوش سمنه برضو، وهقطعها. والحاجه بقى اللي انا عايزه اقول لكم، انا ما صورتهاش هنا، ان انا بدخلها الفرن. بعد ما بدخلها بحبها تاخد تشميعة. في ناس ما بتعملش، في ناس بتحط على طول كوباية لبن بملح وفلفل اسود وتحطها على طول. انا بحب ادخلها الفرن بس تتشمع شوية وبحط لها. هنا كده كانت اللحمة دي في الشوربة عشان هتبقى في الاكل، وادي الكفتة، الممبار على التحمير، الرقاق على الفرن، الفراخ طلعت من السلق. ايه ده، احنا كنا عاملين التتبيلة ولا دي فراخ هتتحمر ولا ايه؟ مش فاكرة، هو انا غيرت المقاطع. المهم هنا كده كان ايه، كانت ماما قالت هتعمل فاصوليا. كنا نقعين الفاصوليا دي وحطيناها تتسلق دلوقتي. الفراخ طلعت من الفرن اهي، يا لهوي على الشكل، يا لهوي، يا سلام يا سلام. وادي اللحمة اتحمرت، وكنا كده بنعمل ملوخية. يا ولاء يا ولاء، ما ينفعش اجوع تاني، لو جوعت هاجي اكل عندك. والرقاق كده طلع زي ما قلت لكم ان انا حطيت كوباية لبن بملح وفلفل اسود ودخلتها الفرن. وفي ناس لا يعني انا شمعتها وبعد كده حطيته. في ناس بتحب تحطها على طول كده. الفاصوليا خلصت. طبعا الطبيخ سهل يعني، مش هنصور، انا الفيديو طويل جدا عايزه اقول لكم. كده كل حاجه جاهزه، ولا حطت اللحمه والكفته مع بعض علشان هتدخلهم الفرن دلوقتي تعمل لهم حاجه. شايفين بقى الميزه؟ مش هقول لكم بقى تاني. اسمها ايه، الملوخيه فاضل بس على الطشه كده بتاعتها في الحلة. مش عارفة رقم كام بقى الحلة دي. حطينا كده الشعرية علشان تتحمر. هنعمل رز جنب الفاصوليا. احنا عندنا بقى يعني، او انا عندي لما بحب اعمل عزومة بحب اخصص العزومة دي اسماك، العزومة دي نواشف، العزومة دي طبيخ. لكن ماما لا، ماما وهي بتعمل النواشف بتبقى عايزة تعمل طبيخ، عشان اللي مش بيحب كده ياكل كده، واللي بياكل ده، واللي يعني ربنا يبارك لنا فيها والله. بتبقى عاملة حساب لكل واحد، لا ده بيحب النواشف وده بيحب الاكل كده. الحمد لله، ربنا يخليكي لينا يا مامتي. ولا كده يا لهوي، انا حاسه ان البخار ده ولا الدخان ده طالع عليا دلوقتي. شموا الريحه معايا. حطت كده، ما كانش عندنا سلوفان بصراحه، المفروض نحط ورقه سلوفان ونحط عليها الحاجات دي، بس ما كانش عندنا. حطت فحمايه، حطت عليها نقطه زيت. بصوا اكنها بجد مشويه يعني. السلطة كانت خلصت في المقطع اللي فات. وادي الطحينة
المقبلات دي اللي جنب الاكل هي دي اللي بتاكلنا بصراحه. انا بحب الطريقه دي للطحينه، ما بحبش الواحد يحط الميه على الخل على الطحينه وتبقى لا، ما ماشي، هي بتبقى طحينه فعلا، بس لا، دي كده بيبقى لونها فاتح وحلوه. حطي الخل الاول مع الطحينه وقلبيها لغايه ما لونها يفتح خالص، وبعد كده حطي ميه عاديه من الحنفيه. بصوا كريمه، يلا يا لولو كريمه. تسلم ايديها. حطينا كمان عليها، بس تقريبا ما صورتش، حطينا عليها فص او فصين كده من الثوم حلوين، يعني توم، المهم توم مع ملح مع كمون مع شطة، بننزل بيها على الطحينة، ودوقي بقى احلى طحينة ممكن تاكليها في حياتك. الممبار كده بنحمره، اوعى الطشطشه. حمرنا الممبار وهنغطيه كده علشان الطشطشه. يا سلام على اللون، شوفوا والله لونه دلوقتي، علشان انا هزعل. بصوا اوريكم والله واحدة لونها جميل، لان انا هزعل وانا بصور الفيديو وهو محطوط كده تحت. حسيت ان الحاجة باينة مش بلونها كده، عشان كنا قافلين بقى الشبابيك وبنخاف على الاطفال بقى اسمها اشهقوا. اشهقوا معايا كده عشان دي الطشة. ولاقي كده عملت الطشة لكل واحد، ويا سلام يا ولاء الطشة اتعملت قلب، يعني بصي من كتر الحب. تسلم ايديها والله، تسلم ايديها بجد. كان الاكل جميل جميل، وكانت قعدة ويوم حلوين يا مامتي، ربنا يخليكي لينا. هنا كده كان ما ننكرش فضل رحاب ان هي عملت لنا حلويات وعصاير وحاجات حلوة. كان في خشاف، وعملت ايه ده، جوافة وفراولة ومزبطانا بقى، ومجهزين كل كوباياتنا يا جماعة، ومجهزين كل اطباقنا، عشان احنا منظمين ولازم نبقى عند ماما منظمين. لو ما عملناش كده عند ماما بتزعق لنا، معلش. هنا كده ماما تسلم ايديها يا رب. كنا خلاص بقى كده بنغرف، تمام، كنا بنغرف. فما تنسوش اللايك وتقولولي الفيديو ده حلو وعجبكم ولا لا. معلش انا عارفة ان الفيديو طويل، بس انا والله كنت مسرعة فيه على قد ما اقدر، يعني انا مش مبطئة الدنيا. غرفنا كده السلطات والطحينة. وولاء ورحاب بصراحة، وانا مش هكمل والله باقي تصوير الحتة دي، لان رحت انا كمان اغرف معاهم. حطينا بقى الفراخ في سرفيس لوحده، واللحمة والكفتة في سرفيس لوحده، والجلاش، وكل واحد بقى طبق الرز والخضار بتاعه. والله كانت عزومة كده خفيفة ولطيفة وجميلة. هنا بقى كنا خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الأكل والطريقة والحاجات كلها تعجبكم، ودي التحلية. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة ولايك. وبصوا بقى اجيب لكم ايه دلوقتي. الرقاق بتاعي. الرقاق ده مش رقاق على فكرة، ده فطير. ها. ما تنسوش بقى كده اللايك، وشكرا لمتابعتكم. باي باي.